تركيا. نسأل بعض السؤال ونريد أولا ما تتوقع، ماذا توقعات بعد انتخاب الرئيس لحزب الحرية والعدالة؟ ينتظر حزب الحرية والعدالة ملفان مهمان: الملف الداخلي للحزب وهي تقوية الحزب فنيا وجغرافيا. جغرافيا ينتشر في أنحاء مصر، وفنيا أمانات الشباب، الأمانات المتخصصة، أمانة المرأة تزداد قوة. هذا هو الملف الأول، ومنه وفي الاستعداد للانتخابات القادمة. نحن مقدمون على انتخابات برلمانية قادمة نريد أن نحقق فيها الأغلبية وحدنا، لأن التحالفات كثيرا ما تعيقنا عن تحقيق سياستنا. الملف الثاني المهم هو ملف التعاون مع القوى السياسية من أجل إحداث حالة ديمقراطية حقيقية في مصر. لازلنا بعد الثورة لم نصل إلى حالة ديمقراطية حقيقية، لا زال هناك احتجاجات، لا زال هناك انسداد في التواصل. نريد لحزب الحرية والعدالة أن يقود مسألة التوافق الديمقراطي، كل يبقى على رأيه لكن نتفق على ما فيه مصلحة البلاد. وهذا يكون بعد القانون الجديد، أليس كذلك أستاذ؟ بلى، لابد القانون الجديد يكون واضحا، حتى إذا ترشحنا على شيء معلوم، لكن أنا أرسم أطرا عامة الآن. أستاذ، قبل أيام أراد دكتور محمد مرسي إقالة عبد المجيد محمود، وهو قال وهو دكتور محمد مرسي هو لا يستطيع أن يقيلني، وبعد القانون الجديد إن شاء الله سيكون هو مقالة ولا؟ الأمر لم يكن إقالة، ولكن نقل من وظيفة إلى وظيفة أخرى. والعرف القضائي استقر على أن النائب العام إذا نقل إلى وظيفة أخرى كان ذلك بموافقته هو. الموافقة نقلت شفهيا من السيد النائب العام إلى السيد رئيس الجمهورية، ثم حدث تراجع حسب ما سمعنا، بل إن النائب العام طلب أن يكون سفيرا في دولة عربية وليس في دولة الفاتيكان. إذا كان هناك فعلا توجه أن يقبل بالوظيفة الجديدة. لما رفض عدنا إلى الأمر القانوني أنه لا يمكن أن ينقل بدون أن يوافق هو، فعاد الرئيس مرسي في قراره، وهذا يحسب له للرجل أنه احترم القانون رغم ما نقل إليه من أن السيد المستشار النائب العام كان قد وافق على الوظيفة الجديدة. في القانون الجديد ليس هناك اعتداء على السلطة القضائية، هناك ترسيخ للمبدأ، لكن ربما يكون هناك فترة زمنية، لأن القانون الحالي يبقى النائب العام حتى سن الحالة للتقاعد، وعمل النظام القديم على مد سن الحالة للتقاعد إلى سن 70 عام، وهذا سن متقدم جدا. في مصر كلها يتقاعد الناس عند سن 60. فلو عدنا إلى القانون الأساسي وأحيل رجال القضاء إلى سن 60 لحدث نوع من التوازن، وفتحنا الباب أمام شباب القضاء. فأتصور أن أحد الأمرين: إما نعود إلى قانون الحالة عند سن 60، أو أن يكون للمناصب المهمة مثل النائب العام فترة أو فترتان ثم بعد ذلك تقاعد تلقائيا. أشكرك أستاذ، شكرا جزيلا.